يا صديقي المتابع، مرحبا بك في حلقة جديدة، البلاصة وين نتلاقاو. اليوم راح نحكو على كتاب أسرار عقل المليونير، وهو كتاب ما يهمش غير اللي حابين يولوا أثرياء، بالصح يفيد أي واحد حاب يحسن وضعه المادي ولو بحاجة بسيطة. قبل ما ندخلوا في التفاصيل، خليني نسقسيك سؤال وجاوبني عليه في التعليقات بلا ما تخمم بزاف. واش يعني لك المال؟ اكتب أول 3 أفكار جاو في بالك مباشرة. سجلتهم؟ صحيت، دوك تفهم علاش. بزاف منا يظنوا باللي الدخل المادي الضعيف، الفقر ولا الديون هي المشكلة. بالصح الحقيقة هي أن دخلك الضعيف هو نتيجة وليس مشكلة. المشكلة الحقيقية راهي الداخل فيك، في طريقة تفكيرك. فإذا ما بدلش الأفكار اللي في عقلك، وضعك المادي ما راحش يتغير أبدا. يقول المؤلف باللي سلوكياتك وتعاملك مع الدراهم موروث من عائلتك والمحيط اللي كبرت فيه. كاين 3 صوالح هي اللي شكلت الفكر المادي تاعك. 1. التلقين الشفهي. واش كنت تسمع في صغرك؟ إذا كنت تسمع باللي الدراهم وسخ الدنيا ولا الدراهم يفسدوا الناس، هاد الأفكار راهي مخبية في عقلك وتأثر على قراراتك بلا ما تفيق. 2. التقليد. احنا بطبيعتنا نقلدوا والدينا في طريقة الصرف ولا الاستثمار، إلا في حالات شادة وين يقرر الواحد يغير حياته. 3. الأحداث المؤثرة. مواقف صارت لك في صغرك خلاتك تربط المال بحاجة سلبية، كما قصة الممرضة اللي ربطت وفاة باباها بالدراهم، وصارت بلا ما تشعر تتخلص من قاع دراهمها باش ما تحسش بهذيك الآلام. يا صديقي، عقلك فيه ملفات معلوماتية. كي يجيك المال تروح تجبد ملف المال من عقلك وتتعامل معاه على حساب واش فيه من معلومات. فإذا كانت المعلومات اللي فيه ضعيفة راح تخسر دراهمك. بالصح المليونير لو كان يخسر قاع ثروته يعاود يولي غني، لأنه ما خسرش الملف المالي اللي في عقله. باش تبدل واقعك لازم تبدل أفكارك وعاداتك. مثلا المؤلف ينصحك تجرب الدرجة الأولى First Class في السفر ولو لمرة واحدة. الهدف ماشي باش تصرف دراهمك برك، بالصح باش تعيش تجربة تحرك فيك مشاعر وتخليك تقول أنا نحب نعيش هكذا ديما. وهاد المشاعر هي اللي راح تولد أفعال تخليك تسعى لتحسين دخلك. القاعدة تقول الأفكار تولد مشاعر، والمشاعر تولد أفعال، والأفعال تعطيك نتائج. إذا النتائج تاعك اليوم ماشي عجبتك، ارجع للأصل وبدل الأفكار اللي راهي في راسك. في الأخير، إذا عجبك المحتوى ما تنساش تشترك وتخلي لايك باش يوصل الفيديو للناس كثر. تهلا في روحك يا صديقي المتابع، ونتلاقاو الحلقة الجاية مع أفكار جديدة. عقلك المالي يشبه لبرنامج كمبيوتر. إذا حبيت النتائج اللي تخرج لك في الشاشة تتبدل، لازم تبرمج السيستم من جديد من الداخل، ماشي غير تمسح الصور اللي تخرج لك من البرة.